السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ايه رأيكم يا حبايبي في الجمال ده؟ ان شاء الله كده نعمل الملبن مع بعض. جمعة مباركة عليكم يا حبايبي وعلى حبايبكم، يا رب الله يسعدكم ويصبحكم ويربحكم بكل خير، اللهم امين يا رب. شوفوا الجمال يا حبايبي، اللهم بارك. شايفين المطة؟ ملبن ده ولا مش ملبن؟ مين محب الملبن زيي؟ انا وجودي رحنا فيه. جودي بتقول لكم ما تنسوش ماما باللايك لو عجبكم الفيديو طبعا يا حبايبي. الله يسعدكم يا حبايبي يا رب. هنا يا حبايبي هنبدأ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. معانا سكر تموين عادي المتوفر عندك فضل ونعم. هنحط منه حبايبي كوباية ونص، كوباية ونص سكر، هنحط قبالهم كوباية ونص ميه. اول ما يدوبوا كده مع بعض ويلفوا كده، لقيت حسوية والله في السكر، الله المستعان. اول ما يدوبوا كده يا حبايبي والسكر يدوب خالص في الميه، نقوم جايين ضايفين بقى من المكونات معانا. اللهم صل على سيدنا محمد. نص كوبايه نشا متدوبه في كل نص كوبايه ميه. هو الملبن سهل وسريع وخطواته جميله، بتعمليه كده وانت منشكحه، بس النتيجه اللهم بارك. وحاجة بسيطة ومتوفرة في كل بيت، هتعمليه ان شاء الله. اللي هتشتريه من بره اللون الطعام دوت، اشتريتها من العطار عندنا جل ب17 جنيه، واشتريت ب5 جنيه جيلاتينة، بس ما استخدمتهاش كلها والله، يعني تنفع لمرة تانية او لأي حاجة تانية ممكن نستخدم. وهنا يا حبايبي معايا في المقادير نص كوباية جلوكوز، حطيتها بالويم كده. عايزه تعايرها عايرها، بس الاحسن ادهني الكوبايه زيت عشان ما يلزقش معاكي يا حبيبتي. كده يا حبايبي السكر اما داب خالص نزلت بالجلوكوز، افضل معاه برضو لعند ما يدوب خالص. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يسعدكم يا حبايبي، واتشرف بكل اللي اشتركوا معايا في القناه. وجودكم على راسي من فوق يا حبايبي، الله يسعدكم يا رب ويوفقكم جميعا لما يحب ويرضى. اللهم اهدي اولادنا ونجحهم وبارك لنا فيهم واحفظهم وكفيهم شر حاكم السوء وطريق السوء وصاحب السوء يا رب العالمين. هنا نص كوبايه النشا يا حبايبي دوبت فيها نص كوبايه ميه، يبقى المقادير كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، نص كوبايه جلوكوز، نص كوبايه نشا متدوبه في نص كوبايه ميه. الحمد لله دلدلت على البوتاجاز لازم كده، بسم الله. كده يا حبايبي ونفضل بقى بدل حطينا النشا ايدينا فيه يا حبايبي، تيجي فيه على نار متوسطه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ان شاء الله يديكي نتيجه جميله يا حبايبي. ما شاء الله بقى عامل زي اللهم صل على النبي زي المهلبيه، وغلى معاكي كده واداكي سمك. ومنزله كوبايه الجيلاتين ادوبها كده واركنها جنب مني قيمه 5 دقايق تقليب في نص كوبايه. 3 معالق جيلاتين هدوبهم في نص كوبايه ميه سخنه. هنا بقى كمان يا حبايبي المنكهات بقى والطعم والريحه اللي يعجب. عايزه فانيليا تمام، عايزه ماء ورد، عايزه ماء زهر، ايه اللي يريح. شوفوا حبايبي اللون اصفر معانا ازاي، وبقت عماله تشد معانا كده في الجناب. ننزل بقى في الوقت ده بالجيلاتين. الجيلاتين 3 معالق مدوباهم في نص كوبايه ميه دافيه يا حبايبي. نفضل بقى نقلب. هنا حبايبي اي علبه متوفره عندك، علبه تلاجة، علبه اكليريك زي اللي بوريها لك دي، انا بقول لك معايا ماء الورد. هنا بقى المتوفر عندك مكسرات فضل ونعم، سوداني، عايزه تسيبيه ساده اللي يريح. هنا العلبه يا حبايبي حضرت العلبه معايا ودهنت كيسه تلاجة زيت. اول ما تحطي الجيلاتينه في نص كوبايه الميه اوعي تقولي ده فك مني، لا اوعى مقادير مظبوطه ما شاء الله. تفضلي تقلبي فيه لحد ما تلاقي السمك تقل معاكي تاني. حطيت نقطتين كده لقيت اللون لسه فاتح سن، احط نقطه كمان. شوفوا ما شاء الله، ملبن ده ولا مش ملبن؟ اللهم بارك. هيديكي نتيجه ومقادير بسيطه، وان شاء الله اعمليها وسمي كده بالله، وفرحي بيدك وفرحي اولادك وفرحي نفسك لو بتحبيه زيي. جميل جميل جميل، والنتيجه فوق الوصف. انا ما حبيتش اطلعه على نشا
طلعته على كيس التلاجة اللي مدهون زيت. حابه بقى بعد ما تسيبيه ساعه كده في التلاجة تطلعي تحطي له نشا وتحطي له سكر بودر اللي يريحك. انا رشيت عليه في النهايه بس سكر بودر واستكفيت، ما حطيتش نشا صراحه ربنا. شوفوا حبايبي ايديا فيه. شوفي تيجي تعملي كده في نص الصينيه تلاقيها بتديكي فراغات كده، مش لازق في الصينيه، لا بيسد. حطيت شويه لوز لقيته مركون عندي في التلاجة كده حبايبي. ما عندكيش حطي زوداني، ما عندكيش سيبيه ساده اللي يريحك. حطيت هنا برضو معلقه كبيره كده من ماء الورد، ما اقولكوش على الروايح، اللهم بارك، وطعم فوق الروعه. هفضل برضو معاه كده حبايبي لعند ما يتقل معايا ويبقبق كده، تعرفي انه كده تسبك معاكي، وعشرة على عشرة على قد ما تقدري. ما تحاوليش تطفي عليه قبل كده عشان تبقى متسبك معاكي ويديكي نتيجة ان شاء الله. شوفي يا حبيبتي، شوفي بيدي ما شاء الله سمك ازاي، وتحسي ان هو بقى تعرفي ان هو تسبك بالغليان والبقبقه. شايفه البقبقه دي؟ تعرفي من هنا بقى انه السبك. اللهم صل شر النار وعذابها يا رب. شوفي الوش عامل زي ما يكون مكرمش كده، ده تعرفي ان السوى المطلوب. اوعي تطفي عليه قبل كده. كل ده انا بقولك عشان ما تخسريش مكوناتك يا حبيبتي. لكن المقادير ما شاء الله، ما تستعجليش ايدك فيه لعند ما يديك التقل ده. هياخد معاكي من نص ساعة ل20 دقيقة. هنا حبايبي لفيته بقى بالكيسة كده زي ما قلتلكم، الكيسة طبعا مدهونة زيت، شوفوا ملزقش فيها ولا حاجة ازاي. واقوم جاية قلبها. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، تحفة تحفة، طعم وريحة وجمال. ولا اللي هتشتريه من بره، شوفي هتشتريه بكام من بره، مش هيبقى زي ما عملتيه بحب وفرحتي بيتك واولادك باقل تكاليف يا حبايبي. هنا بقى يا حبايبي لو حابه تدهني بقى السكينه معاك عشان ما يلزقش زي كده، بس كانت تلزيقه خفيفه يعني، فكسلت ان انا اروح للنشا. ممكن تدهني السكينه نشا. شوفي ما شاء الله، شوفي القوام والسمك، تلزيقه بس تلزيقه خفيفه كده، تلزيقه طعم زي ما بنقول، تحفه. سميت وزقطت على طول انا وجنبي جودي مستنيه النتيجه. ما شاء الله يعجبك ان شاء الله، يفرح قلبكم. جودي بتقول لكم لو عجبكم ما تنسوش ماما باللايك والاشتراك. الله يسعدكم حبايبي يا رب، تعملوا كده وانتم متهنيين يا حبايبي بحبايبكم يا رب. انا بقى هقلبه. شوفي المرونه معاكي، تحفه تحفه. قطعي بقى المربعات اللي تريحك.